السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلب ام ادم، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، الله يخليكم يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشاني جدا جدا والله بجد، ربنا يبارك لكم يا رب كده ساعات اتفضلوا معايا. عملنا شوية رز ابيض كده وشوية كوسة يا حبايب قلبي والله، بلحمة مفرومة يا ولاد. يوسف بيفكرني بيقول لي بلحمة مفرومة. عاملين ايه يا حبايب؟ حته لحمه مفرومه كده شوحناها، جبنا بصلايه كده، وبعد ما عملنا البصلايه الحلوه حطينا حته اللحمه الصغيره دي ربع كيلو نص كيلو، اعتبروها زي ما تعتبروها. ماشي، شوحناها مع البصلايه، وبعد ما شوحناها مع البصلايه زي ما بتعملي المكرونه باللحمه المفرومه يا حبايب قلبي. وبعد كده احنا حاطين عليها الطماطم، وحاطين عليها التوابل السبع بهارات، واحده من ماجي والطماطم وعصير الطماطم والماجي بتاعنا يا حبايب قلبي، ربنا يزيدكم نعمه عليا يا قدومه. ربنا يبارك لكم يا حبايبي ويخليكم اولادكم زي ما تشوفوا مع اختكم ادم. دي كان يومي، ده كوسه كده بصوا جميله والله بجد. بصوا كنت جايباها يا ولاد كده، كان 2 كيلو. بصوا، بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. اهي باللحمه المفرومه جميله يا ولاد. طبعا الاطباق دي جميله جدا، عايزه اجيب منهم يا حبايبي والله بجد، كانني جابوهم لي في عيد الام. ايه، اقعدي اقعدي. بصوا، عامله لكم جزء كده، عامله للاولاد يعني، عامله جزء كده حاطه لهم الخضار، وجزء كده بالايه بحبه الرز يا حبايبي. ماشي، وده كان يومنا كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو، بصوا الجمال. جزء كده الاطباق دي جميله جدا، عمليه حلوه والله، وربنا يبارك لنا في حياتي ويبارك لكم يا حبايب قلبي. وده كان يومي يا حبايبي، وده كان جربوا الكوسه باللحمه المفرومه جميله جدا وحلوه، وطبعا كله عارف فايده الكوسه والله بجد، جميله وكده للقلب، وطعمها حلو قوي على فكره، وحلوه والله بجد بسم الله ما شاء الله. والبرد مش عايز يروح من عندي يا حبايب قلبي ام ادهم، البرد مش عايز يروح من عندي. هقول لكم حاجه يا حبايب قلبي، التليفون بتاعي ولا هعرف اعلق لحد يا حبايبي، سامحوني والله بجد. ايه، انا بعلق لكم، بعلق لكم واشوفكم انتم متابعيني وكاتبين لي في التعليقات، بس ما بعرفش اخش على اي فيديو اي حد. التليفون بتاعي اول حاجه كان بايده ويطفي، بايده ويطفي، احنا وديناه لواحد خد مني 35 جنيه، قال لي الزرار بيعلق، كان بايده يطفي، ابني بيقول لك بيحسبوا ان هو اتحرق يعني. ماشي يا حبايب قلبي، واللهم صل على النبي. طبعا لما راح وداه صلحناه، اللي هو اللي بايده ويطفي. لقيت بقى اليوتيوب بقى نفسه ما بعرفش اخش على اي حد، نفسي اشوف فيديوهات الناس، اخش اشوف فيديوهات حبايبي اللي معلقيني او حبايبنا كلنا، لازم عايزه اخش اشوف فيديوهاتهم عشان برضه اعلق لهم زي ما انتم بتعلقوا لي. لقيت لكم يا حبايبي اليوتيوب بتاعي ما بيجيبش صور. بصوا بيجيب صور عادي، اشوف صوركم وانتوا عاملين الاكل وكله، بس ما بعرفش اخش على الفيديو نفسه، وانتوا تكتبوا لي التعليقات وانا بكتب وبرد على التعليقات بتاعتكم، بس ما اعرفش اخش على اي فيديو. حتى الفيديو بتاعي ما بتفرجش عليه، بتفرج عليه بعد ما بخلص الفيديو معاكم والله يا حبايبي زي ما بقول لكم. ماشي، سالنا كده مستر عاطف، لقيته بيقول لي لا ده العيب في التليفون. طبعا انا تليفوني نوعه هواوي، وهيطلع ان هو مثلا هطلع معاكم لايف والكلام دوت كده انا مش عارفه هيطلع معايا كده ولا لا، بس انا هجرب اطلع معاكم برضو باسم مباشر ان شاء الله، وهجرب. استحملوني يا حبايب قلبي بالله عليكم، بيوصل لي التعليقات بتاعتكم، بيوصل لي كل حاجه، بس انا ما اعرفش اخش اشوف الفيديوهات. كل ما ادوس على الفيديو يجي البتاع اللي بتلف دي، ويجي لي الصور، واشوف اشوف كل متابعيني، وبشوف كل حبايبي، واشوف الناس واطلع كده اطلع واشوفهم، بس مش عارفه اتفرج على فيديو منهم عشان اعلق لحبايبي. معلش، يعني ربنا يبارك لكم، وقفوا جنب اختكم ام ادهم كده، اللي بيحبوا ام ادهم يتفرج للفيديو للاخر، مش قادرين تتفرجوا على الفيديو للاخر، فضل منكم مع احترامي لكم لاختكم ام ادهم. تخشوا شوفوا في حته حتى عشان الاعلان ده ربحي، ده الربح بتاعي يا حبايب قلبي. وانا قايله لكم الفيديوهات اللي فاتت كانش عليها ربح، انا ببتدي من ساعه رمضان، قناتي اتفعلت في رمضان، قبل العيد بيومين كنت انا خلاص دخلت المراجعه والحمد لله. ماشي يا حبايب قلبي، بالله عليكم اللي يحب ام ادهم يقف معاها في غناها وفقرها، انا بيكم اكبر، بيكم بالله عليكم لايكات بقى كتير، وتابعوا الشير كده يا حبايب قلبي، اعملوا لي الشير برده، وفعلوا الجرس ينزل لكم كل جديد من اختكم ام ادهم. ربنا يبارك لكم، معلش استحملوني اللي بيحبوا ام ادهم، انا هنطلع روتينات كتيره قوي، بس تليفوني مش يعني اقول لكم ايه، ما بيجيبنيش وانا بطبخ حتى. يعني شوفوا بدل ما يعني لما بيطبخ كده ممكن ينزلكم على مقطعين، ممكن على 3. يعني انا شوفوا بطلع وانا طابخه ومخلصه، ببقى نفسي اعمل الاكل قدامكم، بس غصب عني. بالله عليكم يا حبايب قلبي، انا مش هكبر الا بيكم، واهل السعوديه واهل العراق والناس الجميله اللي بتعلق لي وجميله، ربنا يا رب يشفيهم ويخلي لهم اولادهم ويبارك لهم في اولادهم يا رب كده ويسترك. وانت يا اخويا لو انا معلش كان
كاتب عمره 5 6 سنين، انا اعتبرتها بحسبه عمرو ابني، معلش ابني يعني في الحروف، معلش ما بيعرفش يعني يقرا حاجه. معلش يا حبايب قلبي، لو في كلمه احنا بنساها، في كلمه معلش، اللي بيحبوا ام ادم معلش، انا اسفه ليكم مع احترامي ليكم. وكان اسمه احمد، ادعوا له بالشفاء من العراق. معلالي من بيدعوا له بجد، وربنا يشفيك عشان هو تعبان، وربنا يشفيك يا رب يا احمد، ويخلي لك ابوك وامك يا حبيبي، وتكبر وتشوفوهم عريس قد الدنيا كده يا حبايب قلبي، وادعوا له بالله عليكم. الاطفال كلها طبعا، انا لما كنت طالعه باسم مباشر كان ابني وقع، عشان كده ما كملش، نزل على مقطعين، انا اسفه والله بجد، ابني وقع وقعه جامده، ابني اللي هو اللي عنده 10 اشهر. ربنا يبارك لكم ويخلي لكم اولادكم، انتوا حبايبي واهلي وناسي. ويلا بقى اللي هم فعلوا لي الجرس يخشوا يضموا مع عيله ام ادم ومصطفى، عيلتنا الجديد عشان تكبر، مش هتكبر الا بيكم، ودي عيلتي وانتوا عيلتي يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم. وانا عمري في حياتي ما اخبى حاجه عنكم والله العظيم، والله سواء انا كبرت او كده، والله بجد يا حبايبي كل حاجه هتبقى قدامكم. هنطلع بروتينات نظافه، هنطلع بروتينات اكل جميل واكل انا بعرف على فكره اكل، عارفين الاكل بتاع زمان، الدس ورز المعمر والبكاكين والقرص وكل الحاجات دي انا بعرف اعملها، انا بعرف اعمل العيش واعمل كله، بس لازم فرن، لازم حاجات كده، لازم مطبخ شياكه، لازم كل حاجه جميله في المطبخ، عشان هو كله عباره عن شغل تليفون ومطبخ. مش هقول لكم الشقه والكلام ده، هو مطبخنا لازم يكون مطبخنا شياكه، عشان حبايب قلبي لما تتفرج علينا بحاجه برضو بتفرح كده، انا اسفه ليكم، تبقى مثلا في اضاءه حلوه، في سيراميك منور المطبخ. معلش يا حبايب قلبي استحملوني في غنايا وفقري، وانا ربنا يبارك لكم، بكم انتوا هكبر، بكم انتوا همسك تليفون حلو، بكم انتوا هعمل كل حاجه حلوه. ربنا يبارك لكم، اوعي يا ادهم، ربنا يبارك لكم ويخليكم اولادكم. ده كان يومي، جربوا الكوسه ديت جميله جدا قوي باللحمه، لو عندك حته لحمه مفرومه كده تشوحها مع البصلايه، مع حته بصلايه وفصين توم في الاخر، سنك ضربه طماطم، مفيش اسهل من الكوسه. ادم بقول لكم، واللحمه معموله بلحمه مفرومه يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. وانا بحط كده الاولاد، بصوا كل واحد حبه رز كده، بصوا جمال، طعمها جميله جدا جدا وحلوه والله العظيم، يعني بسم الله ما شاء الله، طعمها مش قادره اوصف لكم. ده كان يومي معاكم، واقول لكم ايه يا حبايبي، تعالى كده عشان تطلع معايا، تيجي تفصل يا يوسف. وربنا يبارك لكم، كل واحد له طبق، ادم هيتغدى دلوقتي، كلنا هنتغدى وهناكله. ربنا يبارك لكم زي ما بتدعموا له، اكتبوا مع اختكم ام ادم بالله عليكم، اضربوا لي لايكات كتير، فعلوا الجرس، ينزلكم كل جديد من اختكم، والشير يا حبايبي بقى، بالله عليكم بالله عليكم، وقفوا مع اختكم ام ادم، ربنا يبارك لكم ويخليكم ليا يا رب. وده كان يجي معاكم، يلا يا يوسف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا يا حبايبي، وجربوا الكوسه باللحمه المفرومه جميله جدا. يلا بينا يا ولاد، حته قد كده فيها غذاء. باي باي.